يسعد مساكم. احنا طبعا اليوم في مدينة السلط، وحبينا نفرجيكم احدى قصص النجاح اللي كانت عنده هواية منذ الصغر، وحاليا هي ناشطة اجتماعية وناشطة ثقافية مع وزارة الثقافة ومع مديرية ثقافة السلط. يسعد مساكي استاذ روابي، ممكن تعرفين عن حالك؟ اهلا، يعطيك الله يسعدك. العافيه. الله يعافيك يا رب. ممكن تعرفين عن حالك وايش بتشتغلي حاليا؟ اللهم صل على محمد. انا روابي العشوش، فنانة تشكيليه وناشطه ثقافيه، ومدربه فنيه في محافظه البلقاء. تمام. متى بلش فيك الشغف لحب الرسم او الفن التشكيلي بشكل عام؟ وبصراحه بلش معي من الصغر. تمام. فانا طورت موهبتي. فكانت ما يعني تقريبا كان عمري 11 سنه. ما شاء الله. بس من 8 سنين الماضية طورت بالموضوع. طورت في الامور ومشيت الحمد لله، يعني صرت للان. أنا متابعك والله من سنة، وشايف ما شاء الله صفحتك وبتشاركي في معارض سمعنا عندك هوايات تانية غير الفن، رسم الوجوه أو إشي إيزو دخل بالأطفال. طبعا شو خلاك توصل لها؟ كثير بحبها. فهي أكثر إشي، يعني إنه أحلى إشي إنك ترسم البسمة على وجه الأطفال خاصة. حلو. فهاي كثير فقرة يعني بحبها أنا. تمام. كيف تقدر تختم الفيديو؟ كلمتين عشان العالم يعرفوكي، او انه كيف يتواصلوا معك؟ تابعوني على صفحتي. تمام. رو العشوش، فيسبوك وانستغرام. حسب بنحط لهم الرابط، ويعطيك الف عافيه وسررنا بلقائك. اهلين فيك، شكرا لك. الله يعافيك. مع السلامه.